السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ نسمع كتير قوي عن البلو أوشن استراتيجي أو استراتيجية المحيط الأزرق، ودي استراتيجية في التسويق. يعني إيه من أبسط الطرق؟ يعني إيه أسهل حاجة تفهمك يعني إيه استراتيجية المحيط الأزرق؟ أنا النهاردة لو هعمل مشروع وليكن محل موبايلات، لو أنا رحت في شارع عبد العزيز أو في منطقتي وفتحت محل موبايلات، المنطقة اللي هي فيها 30 40 واحد بيبيعوا نفس الموبايلات، بينافسوا على السعر، بينافسوا احيانا على فرق في الجوده في التعامل بسيط، لكن في النهايه هم 40 50 واحد بيبيعوا نفس الموبايلات، مش هيبتكروا حاجه يعني. ده عامل زي محيط احمر، كل اسماك القرش فيه بتاكل بعض، لذلك من كتر الدم بقى لونه احمر، المحيط نفسه بقى لونه احمر، لذلك ده بنقوله على المحيط او على السوق اللي كله منافسه شرسه. لما بنقول المحيط الازرق معناها اني لما هاجي افتح مشروع، اطلع لمكان ما فيهوش منافسه او المنافسه تكون قليله جدا جدا جدا. لذلك نقول عليه محيط ازرق، يعني ما تلوثش بدماء المنافسين، ما تلوثش بخناقات المنافسين، ما تلوثش بكتر المنافسه. عامل زي ايه الموضوع ده؟ هو موجود يعني مكان في الدنيا ما فيهوش منافسه؟ ما هو قال لك المحيط الازرق استراتيجيه بتركز على ابتكار القيمه، على الانوفيشن. يعني ايه؟ حاجه بقدمها الناس ما بتقدمهاش، او الناس بتقدمها بس في مكان تاني، لكن المكان اللي انا جاي فيه ده الناس ما بتقدمهاش فيه. زي ايه؟ شركة نوكيا زمان أول ما بدأت، هل كان المنافسين بتوعها كتير؟ لا، كانت بتلعب في محيط أزرق. النهاردة شركة نوكيا ولا سامسونج ولا ريلمي ولا أوبو، لا ده بقى محيط أحمر. محيط أحمر، عفوا، محيط أحمر مليان بدماء المنافسين كتير جدا. يعني أنت هتنافس في وسط مين؟ ده مليون شركة بتقدم موبايلات، مليون شركة بتقدم لابات. زي ايه برضو استراتيجيه المحيط الازرق اللي ممكن تخلقها لنفسك؟ شركه اوبر لما بدات، بعد ما كانش عندنا غير التاكسي الابيض والتاكسي الاصفر والتاكسيات العاديه، هو ده محيط ازرق، ده ابو المحيط الازرق. ليه بقى؟ لان شركه اوبر لما بدات ما كانش في شركه تقف عند بيتك وتفتح الابليكيشن وتختار النقطه اللي انت فيها، وتختار انك انت عايز تروح مثلا فين، وليكن مصر الجديده ولا ميدان روكسي، وتدوس يجي لك سواق وبدون ما يكلمك وشايف انت فين ويجي يقف عندك وتفتح الباب وتركب. ده بلو اوشن استراتيجي، ما بينافسش حد. طبعا النهارده مش بالضروره ان الشركه تفضل في البلو اوشن استراتيجي، يعني اوبر النهارده بلو اوشن استراتيجي، بس النهارده عندها منافسين كتير، عندها ديدي وعندها درايفر وعندها مش عارف شركات كتير كده معرفش اسمها ايه، فمش بالضروره انك تستمر. ولكن لما بتبدا في البلو اوشن استراتيجي انت بتبقى قادر تنافس حتى لما